تغسل حاجتها كلها وتستخدم منظفات. من الأماكن المقدسة في العصور الإسلامية القديمة وجود التكاية في مصر. مفرد تكية، والتكية في مصر كانت مكان للمتصوفين وأماكن للعبادة ومساكن للدراويش. وهنا في شارع السروجية بالقاهرة بالتحديد في منطقة الدرب الأحمر هنشوف التكية السليمانية اللي بناها الأمير سليمان في العصر العثماني. وفي التكية كان بيقوم الأئمة والعلماء بإلقاء المحاضرات وتقديم دروس حول الإسلام والتصوف والقرآن الكريم. وفي مصر موجود العديد من التكيات التاريخية المشهورة زي التكية الرفاعية والتكية السليمانية، وهي تتكون من صحن مكشوف بتحيط به غرف من جميع الجهات، وبنطلع على سلالم حجرية. فرجكم شكل الصحن الموجود في التكية. هنا بقى كان بيقعدوا المتصوفين، وكانت أماكن للعبادة وتكية للشراب، وكمان كان بيتم هنا علاج بعض المرضى أثناء الحروب. كمان موجود ضريحين لشيوخ الصوفية بالتحديد اللي هي الطريقة القادرية، وهم الشيخ إبراهيم والشيخ عبد الرسول.